الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله الأضحى المبارك نفحة دينية وشعيرة من شعائر الله رب العالمين تحمل لهذه الأمة معاني ودلالات. لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأحيل الميكروفون للزميل المختار النيابي لنتابع معكم سيداتي وسادتي وقائع صلاة عيد. في هذه الأثناء يقوم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، كما يذبح أعز وسيرا على سنة جده المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال هذا لنفسي وهذا عن أمتي. فقد كان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وجه رسالة سامية إلى شعبه الوفي، حيث أهاب أمير المؤمنين بشعبه العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة من منطلق الأمانة المنوطة بجلالته كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية وما يقتضيه واجب رفع الحرج والدار وإقامة التيسير والتزاما جعل عليكم في الدين من حرج. يحول العيد السعيد في هذه الأيام المقدسة بعد يوم الوقوف على عرفات الركن الأعظم للحج. اليوم يتطيب المؤمنون بالتقوى ويتوجهون إلى العلي المنان بالشكر والعيد مطلا على الأمة الإسلامية يغمرها بأوقات الفرحة والألفة والإطمئنان، يملأ قلوب الكبار قبل الصغار بفرحة وسعادة تعم الأرض ابتهاجا وفرحا بقدوم ضيف عزيز. كيف لا واليوم نحيي سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، فيه نلبس جديدا ونتعطر ويهنئ بعضنا بعضا ونصل الأرحام مستبصرين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيي هذه السنة المؤكدة، يؤدي صلاة العيد مع جموع المصلين وينحر أضحية العيد نيابة عن شعبه الوفي تقربا لله عز وجل وابتغاء لمرضاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أقرنين في عيد الأضحى المبارك، واحدا عن نفسه وواحدا عن من لم يضحي من أمته. وها هو ولي أمرنا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأعز أمره استنى بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم وذبح كبشين في هذه السنة. يحيي أمير المؤمنين حفظه الله عيد الأضحى المبارك بروح الإيمان والقيم النبيلة التي تجسدها سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام. وكما كان إبراهيم خليل الله مثالا في التسليم والوفاء يذكرنا جلالته من خلال مبادراته العطرة بأهمية التضامن والإخاء في هذا اليوم العظيم. وإحياء العاهد الكريم لهذه الشعيرة وكل شعائر هذا الدين السمح الحنيف تأكيد راسخ على قيم التكافل الاجتماعي والوحدة الوطنية ودعوة إلى التمسك بجوهر الدين وهو الإحسان والرحمة والحث على مبادرات الخير التي تضيء أيام العيد، وهي خير مثال على التقاليد العريقة للمملكة المغربية في البذل والعطاء. إلى هنا نودعكم سيداتي سادتي وإلى اللقاء.